الست ضربت جوزها وضربت الناس عشان تقبض قبلهم من مكنة ATM في نهار رمضان. ايوه والله زي ما بقول لكم كده. ست كانت واقفة في طابور مكنة ATM عشان تسحب فلوس في رمضان، لكنها ما قدرتش تصبر انها تستنى دورها. ده طابور سحب فلوس في رمضان. المكنة مكتوب عليها اسحب نقدي مش اسحب اعصاب اللي قدامك. تعالوا شوفوا الفيديو وبعد كده نكمل. الست دي أثبتت إن فعلا رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في الستات المسترجلة. والمصيبة الأكبر إن جوزها حاول يهدي الدنيا لقى نفسه داخل في الباكج. أنا عايزة أعرف إيه قلة الأدب وقلة الذوق اللي بقت في الناس دي، سواء ستات أو رجالة؟ فين الاحترام والأخلاق والمبادئ اللي اتربينا عليها؟ الست كان لما يحصل أي مشكلة كانت تكبر جوزها وتخليه هو يقف ويدافع عنها، مش تضربه وتهينه قدام الناس. دلوقتي لو كان الفيديو راجل بيضرب مراته كان الدنيا هتتقلب وهاشتاجات وفين الرجولة. طب ما هو نفس المبدأ، ما ينفعش برضو ان ست تهين جوزها قدام الناس، لازم تحترمه. فاحنا قبل ما نقول للرجاله استرجلوا بنقول برضو للستات قبل ما تتجوزوا اعرفوا الاول يعني ايه بيت ومسؤولية وراجل ليه احترامه وتقديره. مش عارفة ده قلة دين ولا قلة أخلاق ولا قلة أدب ولا إيه بالظبط؟ الاحترام مش على حسب المزاج وعلى حسب مين اللي ماسك الدور في الطابور. في فرق كبير بين شخصية قوية وبين شخصية صوتها عالي ما بتحترمش حد. احنا بجد محتاجين نراجع مفهوم الاحترام قبل ما نراجع رصيدنا في البنك. مش كده ولا ايه؟